وحفجر قنبلة لن ترضي المتشددين. أيها الإخوة، وما أحلاها من قنبلة. وقعت عليه بتوفيق الله، وقعت على نص حوالي يعني إيه ثلث صفحة جميل جدا للإمام الكبير ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، هذا تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن القيم يصرح في هذا النص بطريقة واضحة، بطريقة واضحة، أن المرتد عن الإسلام إذا كف ضره وكف أذاه، كف يده ولسانه، ورضي أن يعيش محكوما بقانون المسلمين، يعني في ذمة المسلمين، ويدفع الجزية، قال ما عندنا مشكلة، يعيش أهلا وسهلا به ابن القيم. وما قالش لا المرتد يقتل ومن بدل دينه فاقتلوه، قال لك لا. موضوع طويل عشان نبرر الكلام هذا. في الحقيقة هذا كما أقول دائما يحتاج إلى كلام طويل وطويل أطول مما تتخيلون، لكن باختصار ابن القيم انتهى إلى هذه. يبدو أنه فكر مذهبيا بطريقة نظامية بسموها، فرأى نفسه مضطرا أن ينتهي إلى هذه الحقيقة الصحيحة في ظننا، والله تبارك وتعالى أعلم، كلها مجرد اجتهادات، في ظننا أنها حقيقة صحيحة. حتى المرتد، مش مثل اليهود والنصراني والبوذي والهندوسي حتى المرتد كان في الإسلام وبطل يا أخي، من حقه. الآن السؤال، من حقه؟ تقول لي من حقه يجن، كما قلت لك بعض الناس يجن. إيه، زي ما من حق اليهودي